لعيب بيعرف يلم الفرقه، يعرف يتكلم مع الفرقه، على قد ما هو الانطباع عنه انك تشوف ان هو هادي، ولكن جواه يعني طاقه وشخصيه رهيبه. قريب من اللاعبين على قد ما هو شخصيه، لكن قريب من اللاعبين، محب اللعيبه فيه. عامل جو تآلف رهيب ما بينه وبين الفرقه، وهنشوف مع بعض ده. طبعا دي حاجه بتبقى جميله جدا في المدرب، ان هو ما يبقاش عصبي، بتديله بعض الهدوء في بعض القرارات اللي بيتخذها اثناء المباراه. فطبعا دي حاجه مميزه بالنسبه له. هنتكلم دلوقتي عن بعض الايجابيات ليه. الراجل طبعا برضه من بعض المميزات بالنسبه له، وعنده بعض الاساسيات بالنسبه له، دي اساس في طريقته. الهاي بريس، عنده الهاي بريس، الضغط العالي دايما وابدا من الامام. الدفاع طبعا دايما وابدا بيبدا من المهاجمين، لا هو عنده القصه دي، لازم عنده ضغط عالي دايما وابدا بشراسه على المدافعين عشان يستخلص الكوره في اسرع وقت، ومن اقرب مكان للمرمى الخصم، يقطعها في اماكن متميزه في الامام وياخدها على طول يسجل منها اهداف. دي دايما وابدا موجوده عنده في طريقه اللعب. كذلك الامر الاستحواذ المنظم والتحول السريع، زي ما اتكلمنا وقلنا ان هو بيحب على طول البيلد اب من تحت.